How to be a high value man. في فيديو النهاردة هقول لكم على خطوات بسيطة أي شاب بسيط خالص بإمكانيات متواضعة وبآي كيو كمان متواضع يقدر إن هو يطبقها على نفسه عشان يزود من قيمته، يبقى هاي فاليو مان، راجل ذو قيمة عالية على كل المستويات، شكل، ستايل، فلوس، شغل، علاقات، كل حاجة. أول حاجة وهي faith، زي ما بيقولوا كده faith first، يعني الإيمان أولا. يعني إيه الإيمان أولا؟ يعني هو مؤمن بنفسه، هو عارف إن هو هيبقى حاجة أيا كان ديانتك، حتى لو كنت ملحد تقدر إن أنت تبقى واثق في نفسك. أنت اللي بتتفرج عليا أنت، أيوه، وأنتي لو مش مؤمنين بنفسكم، يعني أنا مش شايف إن أنا ممكن في يوم من الأيام أمسك مليون دولار في إيدي كاش. لو انا شايف في يوم من الايام اني عمري ما هركب لامبورجيني مثلا، او ما اعرفش ايه لامبورجيني يعني، بس هي تحسها كده ختم الغنى. انت غني فخد ختم الغنى، انت معاك لامبو، انا عربيه مش مريحه. يعني لو انت مش مؤمن بنفسك وشايف ان انت لا تستحق القيمه دي، وان الناس اللي على الانستجرام احسن منك واليوتيوبرز الناس دي كلها افضل منك، عندهم مثلا مخين 4 دراعات مثلا او حاجه زياده عنك، فحرفيا انت عايش في الوهم، وانت بتريح نفسك وبتسكن نفسك عشان مش قادر تبذل المجهود اللي يؤهلك انك توصل للحاجه اللي نفسك فيها زي ما الناس دي كلها وصلت. كلام هنا للرجاله وللبنات. تركايه بقى هنا، ايوه ركز معايا كده، هي مش في ان انت تبقى مؤمن بنفسك بعد ما وصلت، يعني اوريدي غني وانت ناجح ومشهور ومعاك فلوس والتوب في مجالك، انت مش لما توصل للمرحله دي هتبقى مؤمن بنفسك، لا، انت هتبقى مؤمن بنفسك لما تبقى معكش اي حاجه خالص، متسلب حرفيا كل حاجه، ولا معاك ولا فلوس ولا ستايل ولا معارف ولا اي حاجه تؤهلك انك تبقى من صفوه المجتمع، ولكن مع ذلك انت شايف ان الراجل اللي انت بتبص له في المرايه اللي هو انت، لا انا هقدر اعملها، في غيري كتير قوي عملوها. احيانا بتلاحظوا الموضوع ده يا جماعه لما تلاقوا ناس بتحس ان هو غبي، يعني بجد بتحس ان هو الاي كيو بتاعه قليل قوي. هو المهرج ده ازاي عمل الفلوس دي كلها وطالع بيفليكس عليا بالعربيات، ويقول لي مثلا يعني واحد مشهور على النت انا بصاحب بنات احلى منك وانا بركب عربيات احسن منك. انا عندي جسم احسن منك، فلوس احسن منك، عيشه احسن منك. المفروض تسمع نصيحتي. يعني معقول المهرج ده عملها وانا لا؟ طب المهرج ده بينزل فيديوهات كل يوم وبيشتغل كل يوم وبيأدت كل يوم، بيطلع كل يوم قدام الكاميرا يقعد يصدعنا بقد ايه هو جامد، والحقيقه يعني 160 سنتي ولا 150 سنتي، يعني طول اخوك الصغير او طولك انت وانت عندك مثلا 16 سنه لسه ما بلغتش. الفكره في حاجه ان هو مؤمن بنفسه، عشان كده طبعا بلس وورك، يعني انت مش هتؤمن بنفسك وفجأة واو انا جمعت ثروه يا جماعه. Here we go. Money talk. لا، هو انت مؤمن بنفسك وبتشتغل حتى لو مفيش عائد، حتى لو مفيش اوتكم او مردود ليك للمجهود اللي انت بتبذله ده. انت بتبذل مجهود وانت مش مستني، انت بتبذله عشان انت لازم تبذله، ما تقدرش تعمل كل ده من غير ما تبقى مؤمن بنفسك. بس لكم النضاره بقى عشان ايه، احنا بنتكلم كلام كبير. تاني حاجه انا كاتبها عندي في ورقه وقلم، لان لو انت ما بتعملش كده انا مش عارف انت عايش ازاي يعني في 2025 وانت ما بتدونش الحاجات اللي انت محتاج تعملها او ترتب افكارك في ورقة. دي نقطة كويسة يعني. You need to be alone for a while، يعني محتاج ان انت تبقى لوحدك لفترة من الزمن. كل راجل فينا له رحلة في ان هو ازاي يكتشف نفسه، ازاي يعرف هو بيحب ايه وبيكره ايه، ايه متطلباته، ايه رغباته، ايه اهدافه في الحياة، عايز يتجوز بدري، عايز يشتغل موظف ولا يفتح بيزنس، عايز يخلف بدري ولا لا، يسافر بره بلده ويعيش في اوروبا وفي امريكا ولا عايز يكمل هنا. انت لازم تكتشف نفسك وتكتشف نفسك لوحدك، بعيدا عن تأثير اهلك عليك، بعيدا عن تأثير خطيبتك او صاحبتك او قرايبك او اي حد. لازم انا ابقى قاعد لوحدي كده افكر، معايا الورقة والقلم، انا عايز ايه. انا عايز حياة الانستجرام، انا عايز العربية والبيت وحمام السباحة والحاجات دي، وانا عايز اعيش في الطبيعة مثلا، ابقى رجل الغاب بقى وابقى برنس كده واتشم اكسجين نظيف واقوم جاي نطط في الشلالات والحاجات دي، ولا انا عايز اعيش مونك مود راهب، اروح اقعد في الصين ولا في اي دولة في اسيا، ابقى قاعد عازل نفسي عن كل حاجة، اكل رخيص، حياة رخيصة والدنيا تمام. لازم تكتشف انت عايز ايه وبتحب ايه. ما اقدرش اقول لك
والله بص انت بتحب كذا فاعمل ما ينفعش. سلمني عقلك ازاي؟ لازم انت تكتشف انت بتحب ايه، وعمرك ما هتعرف تكتشف نفسك وحقيقتك غير على الاقل لما تبقى لوحدك لمدة شهر شهرين. انا اي ريكومند بصراحة ان انت تبقى 3 شهور بتركيز، خلي نفسك مش انطوائي، ولكن في عزلة شوية تقدر تكتشف علاقتك بربنا عاملة ازاي، اهدافك في الحياة عاملة ازاي، وضعك الصحي، وضعك المادي، تفضي دماغك من الانبوتس اللي انت عمال تدخلها كل شوية من اغاني بقى، ترندات على سكرولينج على اليوتيوب، تيك توكس ملهاش لازمة، على ريلز، على برانكس، على مهرجانات، على افراح، على مناسبات. اقطع كل ده. مصطلح كده انا بحبه قوي اسمه شد الفيشة. شد الكوبس واسمح لعقلك ان هو يبروسس افكاره بذات نفسه. بطل تدخله انبوتس، يعني خليه عقلك ساكن، قلبك يبقى مرتاح. هتقدر تكتشف ساعتها انت عايز ايه. حاجة اساسية اي راجل ذو قيمة عالية بيعملها هو ان هو بيقدر يقعد لوحده، ميبقاش نيدي زيادة عن اللزوم، ميبقاش محتاج الناس، ميبقاش 24 ساعة عمال ماسك التليفونات عمال يلوك. كلمتين، ايوه هنتقابل كذا ماشي، الميعاد الفلاني حاضر، خلصت. ويعني احيانا كمان بتبقى ايميلات، حياته كلها ايميلات واتساب، يعني ما بيحبش يمسك التليفون اصلا يعني. فانا ايه الناس اللي بتحب تقعد تمسك التليفون؟ مش عارف. الناس عارفين انتوا الناس اللي بتمشي في الشارع تتخانق في التليفون. لما بشوف حد بيتخانق في التليفون يعني you're so stupid، غبي. وبالذات البنات، يعني انا ما عنديش اي كراهية ناحية الستات، بس الستات اللي بتقعد تصرخ في التليفون دي ما علينا. تالت صفة مشتركة ما بين كل الرجالة ذوي القيمة العالية أو الرجالة الهاي فاليو هي they dress well، بيلبسوا كويس. مش لازم تطلع لابس بدلة زي، بس خلي لبسك يعبر عن شخصيتك. لو انت رابر وعايش في التسعينات ساوث سايد شيكاغو، فمش مشكلة بقى البس بقى سلاسل واعمل شعرك مول، البس حلقان وتاتوهات وانزل بالفانيلا والجو ده. لكن لو انت عايش في مجتمع محافظ وبيئة يعني معظم الناس فيها مسلمين ومعظم الناس فيها محجبات، فما تبقاش شاذ عن القاعدة، انت المختلف. غالبا الناس هتبص لك بصة ان انت معتوه، مش هيبص لك ان انت واو ايه ده، الواد ده شكله عامل كده ليه، البنت دي قاعدة كده ازاي. محدش بيفكر كده، بيقول بص العيل او بص البت احنا كلنا عارفين الثقافة العربية بتاعتنا ماشية ازاي، فمش هنقعد نمثل على بعض يعني. انصح بان انت يبقى لبسك في نوع من الفورمال او سيمي فورمال على الاقل. مثلا انك لو بتلبس القمصان ومخرجها على طول، حاول تخليها تاكد ان، يعني تدخل القميص جوه البنطلون. حاول تلبس ساعات نظيفة، ما تلبسش ساعات مضروبة. حط عطور كويسة، خلي ريحتك حلوة. يعني تفاصيل كتير. انا عامل فيديو عندي هنا على القناة اصلا، حافظ على شكلك، وان الشكل هو اهم حاجة. الشكل اهم حاجة، احيانا اهم من الشخصية. رابع حاجة معانا وهي ان انت you need to listen more. محتاج تسمع اكتر، محتاج تشغل الحاسة دي. it's useless، ودانك دي يعني ولا لها اي لازمة. انا بشوف الناس عمالة تتكلم 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 تتكلم، وحتى لما يبقى في مثلا نقاش محدش عايز يسمع التاني، كله عايز يقول بسرعة اللي هو سامعه في البودكاست، واللي هو سامعه في الفيديو، واللي هو سامعه على التلفزيون، واللي هو سامعه في الريل. كله عايز يقول رأيه، عايز ينقل كلام، عايز يريبلاي، بمعنى أصح urge to reply، عند رغبة شديدة ان انا لازم اعبر عن نفسي، لازم اقول رأيي. لا، مش لازم تقول رأيك، احيانا رأيك بيبقى غير محله، بما ان انت يعني متوسط خبرة ومعلومات ومتوسط في معظم جوانب حياتك. لان انت من الاخر لو انت مقفل حياتك كلها مش هتتفرج على فيديو على اليوتيوب، انت هتبقى مشغول اكتر من كده. انا صريح معاك، محتاج انك تسمع اللي قدامك اكتر، تبين له انك مهتم باللي هو بيقوله. ده هينقلنا لنقطة تانية، وهي ان انت ما تقعدش في قعدات بيتقال فيها كلام فارغ. لان لو محتوى الكلام كله الفنانة الفلانية، ماتش الكورة، الحق فضيحة مش عارف مين، اللعيب ده اشترى ايه بكام، نميمة بقى، قاعدة كلها ذنوب، كلها طاقة سلبية ونميمة وحقد. يعني انت ايه احسن سيناريو هيطلع من قعدة زي دي؟ اقعد تستمع لناس زي دي، هيفيدوك بايه؟ ما انت لازم تختار الناس اللي انت بتجلس معاهم برضو. يعني المجلس ده او القعدة اللي الناس بتقعدها هي في منها غرض، هي غرض يا ايجابي يا سلبي، 90% هيبقى سلبي. فانسحب من قعدة القهوة وقعدة الشارع وقعدة النواصي. ركز اكتر في ان انت تبقى في مجلس فيه هاي فاليو من رجال تانيين ذوي قيمة عالية، يقدروا يعلموك،
يقدروا يفيدوك لما يقولوا كلام حرفيا جواهر. هو بيقول جواهر من بقه، لازم تقعد تسمعه وتتعلم وتنفذ. انت ما بتقعدش تقعد تسمع 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 كلام حلو لكن في الاخر ما تنفذش، تروح تنام وترجع لعاداتك ويومك ونفس كل حاجة خالص. يعني انت ما غيرتش اي حاجة في حياتك. الاهم من ان انت تسمع وتتعلم انك تنفذ اللي انت بتسمعه واللي انت بتتعلمه. خامس واخر حاجة كل الرجالة الهاي فاليو بيعملوها: stop being emotional. يعني ايه؟ المعنى ده استخدامه جدا لفترة كبيرة قوي يعني على السوشيال ميديا. الراجل لازم يبقى ناشف، لازم تبقى ستويك، يعني ما بتحسش بأي ألم، ما بتعبرش عن أي حاجة، ما ينفعش تعيط، ما ينفعش تتكلم، ما ينفعش تضحك، لازم تبقى ماشي عامل كده وعظم الفك مش عارف عامل ازاي ونسبة دهونك مش عارف ايه و6 فيجرز و6 باكس و6 كارز. الدنيا مش كده. الدنيا في الحياة الواقعية مش كده. الدنيا على الريلز وعلى التيك توكس وعلى الانستجرام كده، لكن في الحياة الواقعية مش كده. الحياة الواقعية هي ان انت كراجل ولا تبقى عاطفي قوي ولا في نفس الوقت تبقى صخر، يعني قلبك اسود حرفيا حجر، يعني ما بتحسش في اي فرحة او سعادة او حزن او ألم. الحياة هي مش خط مستقيم، هي ups and downs. انت مش متحكم في مشاعرك، انت هتبقى زي ريشة في العاصفة، يعني شوية هوا يجيبك يمين هوا يجيبك شمال. اي حد يقولك اي كلمة تأثر فيك، اي خبر سلبي تسمعه حتى لو مش فارق معاك او في دولة او في دنيا تانية خالص، هتلاقي يومك كله بقى كئيب وبقى ممل. فانت لازم تتحكم في مشاعرك، لازم تتحكم في انا حاسس بايه. تتحكم في مشاعرك شوية، ما تبقاش طري. اقل عائق في طريقك يكركب لك بطنك وتبقى حاسس كده انك خلاص دي اشاره من ربنا ان انا لازم اوقف الموضوع ده، ولا ده الموضوع باظ، ولا ده ما ينفعش، وانا حاسس ان مش عارف. حاسس احنا داخلين على 2025 وفي راجل في عز شبابه وعز قوته وصحته بيقول انا حاسس ان مش عارف ايه. عيب عيب عيب. الرجاله فاهمه كويس انا بتكلم في ايه. عايزين ننشف كده شويه. الجيل اللي قبلنا جيل التسعينات والثمانينات ما هماش بذكائنا، مش بالقدر الكافي من الذكاء والحنكه والحكمه. ما عندهمش انفتاح زي اللي احنا تعرضنا له على العالم كله. دلوقتي انت بتقلب على موبايلك بتجيب العالم كله حرفيا قدام عينيك، بتشوف كميه ثقافات مختلفه وبتشوف فرص مختلفه وبتشوف طرق جديده انك تكسب فلوس وانك تعمل علاقات وانك تصاحب وانك تسافر وانك تروح وتيجي. عيب لما نبقى احنا كشباب في وسط كل الفرص المحيطة حوالينا نبقى حتى مش عارفين نص قيمة الرجالة بتوع الأجيال القديمة اللي قدر يبني بيت واللي قدر يتجوز في سن صغير واللي خلف كتير. احنا دلوقتي معظم الشباب ثقافة لا إنجابية. أنا مش عايز أخلف عشان ما أشيلش المسؤولية، أنا عايز أمارس الجنس قبل ما أتجوز عشان أجرب، افرض ما عجبتنيش. انا عندي الحرية وانا حاسس ومش حاسس ان ده ينفع، وحاسس ان ده مظبوط، وحاسس بنتكلم على مشاعرنا كتير. يعني الرجالة بيحصل لهم سوفتنينج او بيبقوا اضعف، حنينين كده وميعين وبيتكلموا كده بودي لانجوج عاملة كده. والبنات بقى هي العكس، يعني اللي بقت ماسكلين اكتر، عايزة تجتهد، اذكى، مصحصحين، بيدوروا على الفرص احسن. عيب. ودي اخر نقطة انا هتكلم فيها. انا كده خلصت كلامي. اتمنى ان اي حد بعد ما يقفل الفيديو ده يكتب في ورقة وقلم كده النقط اللي انا قلتها ويبدأ يشتغل عليها عشان يبقى رجل ذو قيمة عالية او هاي فاليو مان. سلام.